هنسالك شويه اسئله في الاسعافات الاوليه بمناسبه فيلم اسعاف، وهنساعدك باختيارات. يلا بينا. يلا بينا. لو حد اتجرح ونزف دم كتير، اول خطوه تعمليها ايه؟ هتنضفي الجرح بالكحول، هتضغطي عليه بشاش، تسيبيه ينزف شويه عشان يخرج الميكروبات. على حسب انت عايزه ايه من الشخصيه. على حسب انت عايزه منه ايه، يعني يهمك فارق معاكي الشخصيه. على حسب الجرح، لو الجرح عميق لازم تقفلي الاول قبل الشريان بتاع الدم، وتقفلي عليه بعد كده بقماشه وتضغطي عشان الدم ما يخرجش. لو حاجه بسيطه بتحطي له بلاستر بقى ولا ايه. لو مش عايزينه نسيبه ينزف عليه. يلا مع السلامه. عامه الاجابه صح. انا اخدت على فكره فيرست ايد قبل كده، اوكي، فبعرف بقى انعش وبعرف فاكره ايه. لو حد اغمى عليه، ايه الوضعيه الصح اللي تساعديه بيها؟ تخليه يقف ويشرب ميه، تنيميه على ظهره وترفعي رجليه شويه، تديه عصير فيه سكر. اصلا انا كنت بفكر في اتنين، بس اول ما سمعت العصير قلت لا نديله عصير. بيسوحك على فكره. لا نرفع له رجليه، نرفع له رجليه ونجيب لي العصير. عشان هي هتتمط. في حاله الحروق البسيطه، ايه اول حاجه هتعمليها؟ تحطي معجون اسنان، تحطي الحرق تحت ميه شغاله لمده 10 دقائق، تغطي مكان الاصابه وتسيبيها. كولد رانينج ووتر، ميه مفتوحه متسابه على الجرح. معلوماتها 10 لا انا تخصص حروق، انا بتحب كتير. ممكن تكلمينا عن اعمالك الجايه بقى؟ لا ما فيش اي اعمال، انا قاعده. لا انا قاعده لغايه ما يجي لي عمل كويس بقى. هي انتعشت فنيا خلاص. لا انا كده خلاص عملت رسالتي. خلاص الحمد لله وقدر يلا الله. بنتمنى لك كل حاجه حلوه، وشكرا انك كنتي معانا في وزبان.